ايقاف قيد جديد على نادي الزمالك. ايوه، زي ما سمعت، الخبر لسه نازل حالا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعلن ايقاف قيد الزمالك للمرة ال11 بتاريخ 5 فبراير 2026. العقوبة حسب الاخبار الرسمية ايقاف قيد لمدة 3 فترات، وبكده اجمالي قضايا ايقاف القيد لدى الزمالك وصل ل 11 قضية مختلفة. السبب هو مستحقات مالية متأخرة حوالي 1.6 مليون دولار، وده اللي خلى فيفا يضيف قضية جديدة ويوصل عدد القضايا ل 11 قضية على الزمالك. والمستحقات دي تخص لاعب الزمالك السابق إبراهيم نضاي، اللي هم يطلعوا ب 75 مليون جنيه يا معلم، قابلين للزيادة، لأن الزمالك كل ما بيتأخر في الدفع أكتر فوائد الفلوس دي بتزيد أكتر. نادي الزمالك محتاج أكتر من 3 مليون دولار عشان يفك القيد، بس بتتكلم في أكتر من 150 مليون جنيه. المشكلة إن بعد كل ده تلاقي واحد زملكاوي بيتكلم عن أنجح منظومة رياضية في مصر، ويقول لك الأهلي بيعمل والأهلي بيخلي، وهم الفشل اللي عندهم يتوزع على مصر والدول المجاورة. مستني الإعلام الزملكاوي وهو بيتكلم إن دي مؤامرة جديدة من أنفانتينو رئيس الفيفا الأهلاوي، اللي عايز يوقع الزمالك بعد ما عمل مباراة تقيلة قدام كهرباء الإسماعيلية المرشح لكأس أوروبا في الدوري الموزمبيقي.